بتعاني من القولون وكل ما تاكل بيحصل لك تقلصات والام في البطن مصاحب بغازات وانتفاخات، فالفيديو ده ليك. فالنهارده اعرفك 5 خطوات فقط هتساعدك تتخلص من القولون العصبي ده نهائيا وتخلي حياتك كلها سعاده وبدون توتر او ضغط نفسي ان شاء الله. لان زي ما هو معروف من القولون العصبي اسمه اهو ان القولون بيتعصب، تمام؟ فالقولون العصبي مرتبط بشكل كبير جدا بالضغط والتوتر العصبي، وعلشان تعالج القولون العصبي وتوصل لافضل نتيجه ممكنه محتاج تتخلص من اسباب حدوث القولون العصبي، وهم سببين رئيسيين: الطعام والمشاكل اللي بيسببها في الجهاز الهضمي من تقلصات عضليه في الامعاء وعدوى وتغيرات في ميكروبات الامعاء، والتوتر والمشاكل اللي بيسببها في الجهاز العصبي اللي بتؤدي الى خلل في بكتيريا الامعاء ووظائف القولون وبتسبب ما يعرف بالقولون العصبي. بالنسبه للطعام فكنا عملنا عنه فيديو كامل بكل التفاصيل الممكنه، فهحط لك لينك الفيديو تحت في الديسكربشن عشان تشوفه بعد الفيديو ده ان شاء الله. بس برضه هعرفك ايه الاكل الممنوع والبدائل المسموحه في الفيديو ده بحيث يكون الفيديو ده شامل، ولو عايز تعرف نصايح اكتر فتتفرج على الفيديو الثاني بعد الفيديو ده. كن أنت تزداد جمالا. كن أنت تزداد جمالا. رقم 2: التوتر والضغط العصبي، وده موضوع النهارده بقى. التوتر والضغط العصبي هم اكتر حاجه بتسبب القولون العصبي اصلا. يعني تسال اي مريض قولون عصبي ايه اخبار القولون معاك لما بتسافر؟ يعني بتحس باعراض القولون ولا لا؟ يقول لك لا ده مفيش اي اعراض والدنيا كويسه وببقى مبسوط وسعيد والدنيا حلوه قوي وطول ما انا مسافر وبترفه. يجي بقى يرجع لحياته وضغوطات الحياه وللشغل، اعراض القولون تظهر من جديد بقى. وعلشان كده مهم جدا تعرف ازاي تقلل التوتر والضغط النفسي والعصبي في حياتك عموما، وازاي تبدا تزود هرمونات السعاده وتوصل لافضل مستوياتها عشان حياتك تبقى بدون قولون عصبي خالص على طول ان شاء الله. وعلشان تزود هرمونات السعاده دي وتقلل التوتر والضغط النفسي، فرقم 1 محتاج تمارس رياضه باستمرار. محتاج على الاقل نص ساعه رياضه باستمرار بشكل يومي، سواء بقى الرياضه دي هتعمل مشي سريع، كارديو في البيت، هتروح جيم، هتروح سباحه، ايا كانت الرياضه اللي تروحها مفيش اي مشكله، بس المهم على الاقل يكون 5 ايام في الاسبوع تبقى في نص ساعه تمارس فيها رياضه بشكل متواصل. رياضه بانتظام هتزود هرمونات السعاده خصوصا هرمون الاندورفين، ده غير ان هي هتقلل الضغط والتوتر والاكتئاب كمان. رقم 2: انك تبدا تحط اهداف صغيره لكل يوم وتبدا تحققها وتعمل عليها صح بشكل يومي كده، تمام؟ الشعور انك تحقق اهداف صغيره دي كل يوم هيزود عندك شعور الانجاز، تمام؟ ده هيفرز هرمون الدوبامين وده هيزود مستويات السعاده في حياتك. رقم 3: انك تساعد وتفيد غيرك بدون مقابل. يعني في شغلك كده حاول تساعد اصحابك، حاول تساعد الناس اللي حواليك، تساعد مديرك. العطاء اللي انت بتعمله ده بدون مقابل بيزود عندك هرمون السيروتونين وده هيزود مستويات السعاده عندك بشكل كبير جدا، وهيحسسك بالشعور بالرضا عن نفسك ان انت ليك قيمه وبتساعد الغير بدون ما تنتظر منه اي مقابل مادي او معنوي حتى. رقم 4: انك محتاج تظبط نومك، تنام من 6 ل 8 ساعات بشكل يومي، تمام؟ لان للاسف بشوف ناس كتير جدا بتسهر بالليل متاخر وهو عنده شغل الصبح، فبينام 4 ساعات ولا 3 ساعات ويصحى الصبح دماغه مصدعه جدا ومش طايق نفسه ومش عايز يروح الشغل، وبيجبر نفسه ان هو يروح الشغل وهو مش طايق حياته. فده كده بالشكل ده عمرك ما هتبقى سعيد. لازم تبقى نايم كويس عشان تبقى صاحي فايق ورايق ويومك يبقى سعيد ان شاء الله. فالنوم مهم جدا عشان تتخلص من اعراض القولون نهائيا ان شاء الله. رقم 5: انك تتابع نفسك وتحلل ايه المواقف اللي بتعصبك وايه المواقف اللي بتضغطك نفسيا، وتشوف ردة الفعل بتاعتك تجاهها بتبقى عامله ازاي، وتبدا تحلل المواقف دي وتبدا تغير، يعني تتدرب عليها، تغير ردود فعلك ليها. تعرف ده الموقف ده عصبني وطلعني عن شعوري، المره الجايه لو حصل هعمل كذا. فلما بتبدا تتدرب بتبدا تتعود ان انت تتحكم في اعصابك وما تتعصبش بكل سهوله، ومش اي حاجه تعصبك ولا اي حاجه تضايقك، تمام؟ وهل فعلا تقدر تعمل الكلام ده ولا هتقول لي انا عصبي ودي شخصيتي وما بعرفش اتغير؟ لا، تقدر تعمل الكلام ده، والكلام ده مش انا اللي بقوله لك، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما الحلم بالتحلم. لما تبدا كده تتدرب على ان انت تبقى هادي وراسي وبتركز في ردود افعالك،
هتطور من نفسك وهتبقى احسن بكتير ان شاء الله. وانا شخصيا اعرف ناس كتير جدا اتخلصوا من عصبيتهم الشديده دي وبقوا ناس اهدى بكتير جدا من ناس هاديه في الطبيعي بتاعهم. يعني تشوفهم تقول ايه ده، الشخص ده بقى هادي بالشكل ده، سبحان الله. ففي كتير جدا وانا شفتهم. فده معناه ان انت بتنضج، ده معناه ان انت بتنضج فكريا وبتكبر فكريا كده، وخلاص بدات تبقى متزن وتقدر تحكم الامور وتقدر تتحكم في ردود افعالك وتقدر تتحكم في عصبيتك، وده هيساعدك بشكل كبير جدا انك تتخلص من القولون العصبي كمان ان شاء الله. فلو طبقت ال5 خطوات دول مع تنظيم الاكل زي الفيديو اللي هيطلع لك ده، اوعدك انك هتتخلص من القولون ده ومش هتحس باي اعراض ليه، وهتدعي لي باذن الله. بس وبكده كان الفيديو النهارده خلص. نشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.